طب اغاني الاطفال فين بقى؟ مش عارف والله. انا شايف ولا هم الاطفال ما بقوش اطفال يقبلوا اغاني من دي؟ هنكون احنا السبب. يعني وانتوا اطفال لقيتوا اللي يغني لكم كاطفال، فانت الطفل النهارده انت قدمت له ايه؟ ايوه صح. انا وشيكو لحد دلوقتي في العربيه بنسمع ان كان على القلب وطيور النورس. طيور النورس بالنسبه لي، طيور النورس بالنسبه لي انا شايف المساحه بتاعت الطفل. يعني مثلا في برنامج للاطفال في التلفزيون بيجيبوا الميكنج بتاعه، فالبنت بتطلع بتتكلم عادي كده، اوكي؟ لما تيجي تصور بقى تقول ايه؟ كنت رايحه لي وماذا لو كان لما تسالني ليه؟ لا طبعا عايز اتكلم وبعدين اقول يا ابني ما تسكت، اقول لك محمد ثروت بيتكلم يقطع، فاهم ازاي؟ فانت عملت ايه للطفل؟ الطفل النهارده اللي في اليابان من سن 3 سنين يقولوا لك ابنك ده موهوب في ايه؟ طب ايه رايك في المقوله الفاشله اللي بتقول ان الطفل المصري اذكى طفل؟ لا مش فاشله. تفتكر؟ الطفل المصري لغايه 6 سنين اذكى طفل في كانوا العالم. بيضحكوا عليه بيها علينا على طول. لا 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 خالص. ما احنا قدامك اهو. ولا الهوا. اطفال ولا الهوا. مفيش حاجه. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. الصلاه والسلام. يعني انا شايف ان الطفل المصري بالفعل اذكى طفل. في طب احنا بنخربه من امتى في بقى؟ افريقيا يعني؟ بتخربه بالمجال اللي هو عايش فيه، بنقاش الاب والام قدامه، بساعات النوم المعدومه. يعني الاجنبي يقول لابنه الساعه 8 ان يور روم، خش اوضتك، خلاص انتهينا. ولذلك في علامات بتتحط على الافلام وعلى البرامج وعلى الكلام ده. انما الطفل النهارده سهران مع الوالد وممكن يديله شيشه وبيفرح قوي. مش ده ممكن بيحصل. الام تشيش وهي قاعده معاه عادي، بالظبط مش مشكله. بالظبط. انا فاكر زمان كان الساعه بعد المسلسل حديث الروح، حديث الروح مزيكه حديث الروح دي بقى انا لازم انام. بالظبط. يبقى الساعه 9 جت انا كنت بنام النشرة يعني لازم قبل أنام. المسلسل، وعشان انا كنت بحب اشوفه قوي فلازم اتسحب من ورا اهلي كده اتفرج عليه من بعيد وهم ما يعرفوش ان انا صاحي.